السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى جايبة طريقة الجمبري المقلي. معايا جمبري شايلة قشروش، كيس الرمل بتاعه منضفة كويس. معايا ملح وكمون فلفل اسمر وكزبرة ناشفة وجنزبيل ناشف. معايا كوباية دقيق، كوباية مية، نص معلقة كركم، نص معلقة بيكنج باودر، ليمونة، 3 فصوص توم مهروسين، قرن شطة مهروس. يلا بينا نسمي الله على طريقتنا. هجيب الجمبري بتاعي انزل بيه في طبق. طبعا انا غسلاه كويس، كان عندي حبة حبار البحر قلت اقليه معاه. منضفة حبار البحر كويس وهنزل مع في نفس التتبيلة بتاعت الجمبري. هنزل عليه بالبهارات بتاعنا والثوم وقرن الفلفل الحار والليمون، عصرة الليمونة، واقلبهم كويس جدا مع بعض. انا حطيت حبار البحر معاه، قطعته قطع صغيرة وحطيته معاه ياخد من التتبيلة هو كمان. تمام. هنا بقى هجيب كوباية الدقيق، معاها كوباية مية، بيكنج باودر، وكوباية المية وكوباية دقيق وبيكنج باودر وملح ونص معلقة كركم. هبدأ انزل بالمية بتاعتي. انا مش عايزة خفيف قوي عشان العجينة تمسك في الجمبرية. هبدأ انزل بمية تاني. هي خدت معايا كوباية بالظبط، كوباية مية. تمام كده خلاص، هو السمك بتاعي كده حلو معانا. هبدأ اجيب زيت، سيبه لحد ما يسخن خالص، وابدأ بقى انزل بالجمبري فيه. احط الجمبري في العجين بتاعنا اللي احنا عاملينه وننزل بالجمبري، بس اللي بتبقى سريعة بقى شوية عشان ايه، تخلصي الكمية كلها. ده بقى ممكن الجمبري ده تاكلي جنبه رز بالطحينة، بسلطة طحينة او عيش فينو، بيبقى جميل جدا. سندوتشات فينو وسلطة طحينة جنبه كده وخضار، بيبقى جميل جدا جدا جدا. تمام كده، هبدأ اكمل الكمية بتاعتي كلها على كده، اقليها كلها هي وحبار البحر، وبكده نكون خلصنا يعني كميتنا. تمام كده هنكون ان شاء الله خلصنا. وادي بعد ما خلصنا وطلعنا من الطاسة، وبألف هنا وشفا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة يا حبايبي، باي.